وعقد الدين ماذا لو نتطرق إليه؟ يعني ماذا يستفيد منه غير المسلم؟ أحسنت. غير المسلم طبعا أول يستفيد في أنه أقر على دينه. قر على دينه. قر على دينه. جميل. كون عندما نقول أقر على دينه معنى ذلك محفوظة كنائسهم، محفوظة أسرهم، محفوظة تقاليدهم، محفوظة عاداتهم، حقن دماءهم، حقنت دماؤهم على جانبا، حفظت أموالهم، حفظت أعراضهم. نعم. يدافع عنهم الإسلام من أي شكل من أشكال العدوان. نعم. وبالتالي هنا لا يلزمهم كذلك بأنه والله يقاتلون لحماية النظام اللي هو في عقيدتهم ليس نظامهم. عجيب. لا يلزمهم. ولذلك كان أحد المفكرين النصارى العرب يقول: أتمنى في أوروبا أن تعاملنا بنظام الذمة في الإسلام. لماذا يجبر الجندي المسلم اللي في أمريكا إنه والله يحمل الحساب هنا ويروح يقاتل؟ لا، الإسلام يقول لك لا، أنا ذاهب لأقاتل بني ملتك، فأنت لست ملزم. لاحظ كيف أن الإسلام احترم خصوصية هذا الشعور الخاص، إنه أنا هذه ليست دولتي عقيدة، لكن دولتي إيه؟ كنظام سياسي. أنا أعيش في ظلها، أملك فيها، أتاجر فيها، أحيا فيها ما كتب الله من العمر. لكن والإسلام يحفظ لهم أبنائهم أيضا، يحفظ لك أبنائك، ولا يأخذهم عنوة، لا يتدخل في تربيتهم ولا يتدخل في تعليمهم إذا أردت أن تعلمهم بالتعليم الخاص الذي يليك. وبالتالي هنا ستلاحظ يكون الولد إلى أن يبلغ الرشد تحت سلطان والديه. هنا عندنا الولاية الخاصة تحت الولاية العامة. ففي إطار الولاية الخاصة لهم الوالدان لهم ولاية على أبنائهم، لا يتعرض لهم الإسلام بأنه والله أنتم ضالين، أنتم كفر، أبنائكم هذول يجب أن نأخذ، لا، يظل. إذا بلغ الطفل وشب وعرف في إطار هذا المجتمع، احتك مع الناس، رأى بأن ما هم عليه ليس على حق، وأراد أن يسلم، هنا الإسلام ليس لهم الحق أن يمنعوه. وفي حالة إذا منعوه أحسن، يعني معناتهم تدخلوا في سياسة الإسلام، تدخلوا في العقائد. هم نفسه، أنا إذا كنت لا أتدخل في عقيدتك، فلماذا أنت تتدخل أيضا في عقيدة ابنك الذي يريد أن يختار الإسلام؟